العمدة. ماما 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 ماما. والذئب الذي هنا خطف غنم خلف الشيبة. الولاد ازاي ده حصل؟ طب ما جاش انا لازم اخد عفش ابويا، لازم ما اسيبوش، ولو راس برضو اللي قاعد الورق لازم اخده بأي طريقة. طب انا اعمل لك ايه؟ انا شفت صاحب البيت اللي كان ساكن هنا مات قدامي والتاني اتحرق، اعمل لك ايه انا؟ انا بقول لك لازم انزل العفش، انا مش هتحرك من هنا لغاية ما اجيب العفش. ولا يا عمي انت شفت ابويا زي ايه عملوا له، وده اكيد عصابة. انا لازم اشوف مين برضو اللي عمل العملة دي. اقول لك كلمتين، هما كلمتين بس. طلع العفش طلعوا ماما طلعوا. انا ابني مخطوف، راح هيشوفه راح فين. سلام يا عم. اقعد انا مش هسيبك، ده غير هتنزل معايا العفش ده كله. وانت فكر نفسك كده تمام يعني؟ تمام انحبط، ما نشوف اخرتها معانا. سمعت ولا لا؟ اقعد. حاول تتصرف، شوف انت هتعمل ايه. ايه ده اللي وراك ده؟ انت بتلاعبني عشان تعرف تهرب ولا ايه؟ يا عم في حاجة وراك. مفيش اي حاجة ورايا، انت بتلاعبني عشان ماسك عليك سلاح. عمي فوق فوق يا عمي فوق. عمي فوق فوق. انا اسف لان ورفعت عليك السلاح برضه. هل هو بيكدب عليه ولا بجد كده ولا ايه الدنيا؟ والله العظيم انا مش عارف ايه دماغه دي. والله العظيم الواحد مخنوق جاب اخره. والله العظيم مش عارف ايه الدنيا دي اللي تعمل كده معانا. بس الدنيا بس بقيت معقدة كده ويانا. يا رب انا لازم اعمل كده يا رب، كله عشان اخد الأوراق بتاعت ابويا والعفش برضه، مقدرش برضه اسيبه. انا كان الحاجات دي كلها ذكريات ابويا، لازم اخد كل حاجة. وعهد الله وعهد الله، الواد لو جرت له حاجة ما هيكفي له عمر فيكي. يا حمولك عم هخليك والنبي يا عم تحصليه. خلينا ما ضيعتوش، انا صحيت ما لقيتوش. طب ما تزق الطيب، انا ماليش دعوه بالكلام ده. أنا جاي أجري الشقة، بس يا رب تكون شقة حلوة وجميلة يعني. يا راجل عبالك هتعجبك. خلاص أنا هاخد حبيبتي كريستيانة وهروح الشقة النهاردة. ايه يا عم بتقرا فين انت؟ عدادة عدادة يا عم. أجرت الشقة ولا ايه؟ اجرتها. أجرتها لمين؟ اجرتها لواحد صاحبي. والله زي ما قلت لك لواحد صاحبي والكلام ده جنب في سوريا، فحبيت انا اديته شقة، كان عاوز شقة يعني. بس هو مضى العقد والعقد معايا هو. يعني هو أجرها. ما انت ازاي هأجرها؟ من ده برضه ده كلام. كنتش أجرها لحد. ما انت عملت ايه في موضوع الواد؟ والله مش لاقي له طريق خالص. ما لازم ندور عليه.
هعمل ايه؟ سيبك من موضوع الشقة دي ولا غير شقة، عجبتها خلاص. أهم حاجة الواد. والله ما عارف اعمل ايه الموضوع الواد ده. حاسس ان الامل مفيش امل معايا. انت لازم تدور عليه، نروح على مع بعضينا، لازم ندور عليه. طبعا نروح فين؟ أي حتة لازم ندور عليه، أكيد بتاع كده ولا حد خطفه ولا حاجة. طب انت تتخيل ان احنا ممكن نلاقيه تاني؟ إن شاء الله نلاقوه. أنا برضو ما انساش وقفتك مع أبويا كنت، الله يرحمه. والله اللي حسب ربنا هو اللي يكون. بس انا تليفوني بيرن. طب شوف مين. الو. انت بتقول ايه يا عم انت؟ وانتوا قاعدين فين؟ وانا جاي حالا. سلام. حاجة؟ سلام. راح فين يا عم؟ راح مشوار مهم. زي أنا راح معاك، في حاجة يعني ولا إيه؟ في. تعالى معايا. إيه؟ محمد نصيب اخو مرت بيقول الواد مات، يلا بينا. طب يلا. الظاهر في حاجة عند البيت، في حكومة. انا لازم اروح اشوف ايه فيه. والليل الحكومة دي قاعدة كده. أكيد عشان ابنك برضه أكيد لجوه. يلا بينا. يلا. هو في إيه هنا عندك يا فندم؟ احنا لقينا عيل كان ضايع بس مات. ده اكيد ابننا، مش ابننا اللي كان ضايع. متزعلش يا نصيبي، والله هو ابن نصيب وقدره، هو قدره كده ربنا كتبوله، وانت لسه شباب وتجيب تاني. اهدى كده بس واستهدى بالله. أكيد حد قاصده عمل كده فيك. انت ليك أعداء. انا ماليش اعداء، انا الناس كلها حباني في المنطقة، يعني ماليش اي اعداء. أمال إيه؟ مش عارف حصل ده اكيد عصابة اعضاء او اي حاجة. بس هو باين عليه ده حيوان مفترس، لأن الحكومة لما فتشت على ابنك لقيت بطنه مش هتخبش فيه، لكنه حيوان مفترس زي كلمة دي. أسد ده أكيد في الغابة دي. انا لازم اكلم الشرطة العسكري ده، اقول له لازم تجيب لي مين اللي عمل كده. الشارع ده محدش هينام فيه لحد ما يشوف مين اللي عمل كده. لا بس دي شقة حلوة يا يوسف، دي بصراحة أحلى من اللي بنشوفها في التلفزيون. ضيعني وقلبي اللي رحل، غيابك ترك في الروح جرح لا يندمل. كنت الأمل والفرحة في دنياي، والآن صارت أيامي بلا معنى ولا ضياع. يا ابني الغالي يا نور الحياة، رحيلك صعب ودمعي ما جفاه. في كل زاوية أرى طيفك الجريح، والقلب يئن من ألم الرحيل. ربنا صبرنا عليك يا رب. أخدت عزيز على قلبي.
توصل بالسلامة يا فندم. أتمنى لك حفلة سعيدة. هعملها في الست الرهيبة دي بتظهر لي، أنا في كل حتة بلقاها. يحصلكم القصة. أنا برضه يوسف برضه نفس الحكاية، برضه حكاية. دي كانت في الشقة اللي جابها عندنا هنا، دي بقيت في كل مكان. ممكن بفكر ولا حاجة. فكر فيها، لما أفكر فيها هي دي. الموضوع ده بص حصل له حاجة. أنت لازم تشوف لي حل شقتك المنفوسة دي. أنا مش كل المفروض أروح مكان تجي ورايا. والله العظيم تايه، بفضل كده بس مش عارف ايه، مش عارف اعمل ايه. جالي حل. طب انا ليه؟ مفيش حاجة تجيني، ما انا بيبت قبل كده في الشغل. طب أنا هقول لك على حاجة حلوة. أنت تبيت فيها ليلة. طب انا بقول لك بيبت فيها قبل كده. تبيت النهاردة. طب الجماعة اللي قاعدين في الشغل عامل ايه معاهم؟ تصرف. بيت في الشقة وشوف هي تصرف ولا لأ. هم هخليهم فين؟ تتصرف في أي حاجة. كنت عارف الجماعة دول جايين من السفر بس. طب ده هم في أوضة وأنت في أوضة. هم في أوضة وأنت في أوضة. ما يصحش بابا. صح شيء يعني أنا أدفع الثمن هنا ولا إيه؟ مفيش فينا حد أي جسيس أو أي حاجة. يشوفوا شيء. اتفقوا. شوف حاجة دي مع المصاري. لا يا عم شوفوا بس. خلاص يا عم كده بيجيبوا، بس أهم حاجة الحوار ده يخلص. لازم أشوف جسيس قبل ما الكلام ده. يمكن معايا. مش عارف ايه الشوارع اللي احنا ماشيين فيها دي. شوارع غريبة. طبعا نعمل ايه؟ مش انت قلت عايزين نقابل ابونا؟ نعمل ايه؟ قاعدين يلا نصلي بعد كده. نصلي مع ابونا وبعد كده يبقى نشوف الحالة دي ونروح نصدق. خلاص تمام ماشي. تمام ونشوفه برضه يوسف. تمام. والله خلاص وصلت، بس لازم تقعد معايا نصلي. أما عن المقيدين بالشياطين، مجرد ما أذكر اسم يسوع المسيح كل روح تفادر الجسد باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين أمين. كل الشياطين طلعت، كل الشياطين طلعت. الله دمية زي العسل اهو. يلا يا عم امشي يا عم، انت تعمل لي زي ابوك. ايه ده يا عم؟ ده ورانا اهي. انا نفسي افهم قصتك انت وابويا صح. لا حكي لك انا. مش عارف يا اخي ايه اللي حصل في البيت، يعني ما كانش كده. جات الدمية دي وقلبت كيانها خالص، قلبت كيان البيت خالص يا راجل. انا يعني بقول لك يا صاحبي
ده على رأي الشيخ برضه لازم يا صاحبي تمشي من البيت. طب حمشي واروح فين؟ هو انا ليا مكان؟ يا عم تقعد معايا أنا يغلب ولا إيه؟ مش عايز اسجل على حد. برضه انا صاحبي مش عاوز اسجل على حد. ايه ده يا عم؟ إيه يا عم؟ إيه ده؟ ايه جايب الدمية دي؟ إيه اللي جابها هنا دي؟ إيه اللي جابها دي؟ يخرب بيتك. وراني. امسك. الدمية دي ايه نعمل فيها صح؟ أنا عن نفسي اتخنقت خالص يا راجل. أنا ما يا عم فيها حتى دي. يلا بينا نجري. يلا بينا. يلا. لسه اللي جاي أصعب بكتير. صوت الليمون على ما انت فعلته.